السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني خالص من الفيديو اللي فات. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. طبعا أنا أول مرة أعمل معاكم فيديو النهاردة في رمضان، وبإذن الله ينال إعجابكم. وبشكركم خالص على تعليقاتكم وعلى كلامكم الجميل ليا في الفيديوهات اللي فاتت. ومعلش انا بتاخر عليكم والله، انتوا عارفين طبعا الضغط في رمضان بيبقى عامل ازاي. طبعا انتي في رمضان بيبقى اليوم عندك قصير خالص، يعني انت هتصلي ولا هتعملي اكل ولا مثلا هتغسلي مواعين ولا مثلا لو في دروس لعيالك. يعني بصوا، انا عايزه اقول لكم ان رمضان والله بجد هو جميل جدا، انا من احب الشهور على قلبي شهر رمضان والله. بس بيبقى في ضغط علينا، مثلا في الشغل بتاعه، يعني الشغل بتاعه بيبقى كتير خالص غير الايام العاديه. بقى انتوا فاهمين بقى رمضان عزايم، وطبعا بدنا سهرانه مثلا ما تجهزي سحور وبتصلي. طبعا الصلاه اهم حاجه يا بنات في رمضان، انك مثلا وبتقراي قران كمان وبتذكري طبعا اذكار. فبيبقى في ضغط، يعني انا عن نفسي بحس ان بيبقى في ضغط خالص في رمضان والله. وغير كده كمان اليوم بيبقى قصير. بس والله العظيم انا بحب الشهر ده خالص جدا. يعني انا مبقاش عايزه، يعني انا لما بيجي رمضان كده بحس ان في سعاده والله وبهجه في الدنيا، وبحس يعني ايه، ان الايام اللي فاتت ديت بتبقى يعني حاجه تانية خالص غير رمضان. هنا دلوقتي يا بنات انا هعمل معاكم النهارده اول طبعا فطار في رمضان. ومش اول يوم طبعا في رمضان، هو كان مثلا كان مش يعني كان بعد رمضان باسبوع كده. فانا ما كنتش فاضي ان انا اعمل مثلا اكل معاكم في اول ايام رمضان وكده. فقررت ان انا اعمل معاكم عشان اوريكم احنا مثلا بنعمل ايه في رمضان، وبيبقى اليوم علينا بيعدي ازاي. انا كنت انا بحضر صينيه الفراخ يا بنات، اللي هي في الفرن وكده. فانا كنت طبعا بوريكم انا بعمل ايه. الخلطه بتاعتها دي يا بنات بتبقى جميله جدا وبتدي ريحه وطعم ليها جميل جدا. هنا كنت غسلت الفراخ وكنت نقعاهم برضو بخل وليمون وملح وميه، وبعد كده بشطفهم عشان احط ارصهم في الصينيه. ماشي. بصوا انتوا لو عايزين بقى مثلا تحشوا الفراخ مثلا اللي هي الوراك ديت ما بين الجلد واللحم. ممكن تحشوه مثلا مرتة اللي هي البصل البصل بفلفل اسود. بس انا طبعا ما كانش عندي وقت، لان كنت انا بجهز الحاجه دي يا بنات. عايزه اقول لكم كانت حوالي الساعه 4. اه والله بجد كان حوالي الساعه 4 العصر. فكان مثلا يعني كان شغل عليا كتير، لان سلفتي كانت تعبانه في اليوم ده. فانا قلت لها يعني مثلا ايه، ما رضيتش ان انا اتصل بيها وكده، فسبتها براحتها لان انا كنت تعبانه فعلا. ربنا يشفيها ويعفي عنها يا رب. فانا قلت اما احضر مثلا الحاجه قبل ما هي تيجي، بحيث ان هي مثلا لما تيجي تلاقيني مخلصه الحاجه، عشان خاطر ما تجيش تعمل معايا حاجه عشان هي تعبانه وكده. انا كنت خلصت صينيه الفراخ وكنت مثلا قفلتها. وزي ما انتم شايفين كده، انا زي ما قلت لكم انا ممكن يعني كنت عايزه احشيها ما بين الجلد وبعضه مرتة البصل دي. بس ما كانش عندي وقت والله ان انا احشيها وكده، لان كان في شغل كتير كنت عايزه اعمله وهشوفوه دلوقتي معايا في الفيديو. فانا اكتفيت ان انا مثلا ايه هحطها كده وارش عليها مثلا شويه بهارات. لو عندك 7 بهارات او بهارات محشي او اي بهارات تكون مثلا حلوه وكده وبتطعم الاكل، عادي بترشيها على الفراخ، او بهارات فراخ برضو. هنا انا كنت جهزتها وكنت بوريكم انا عملت فيها ايه. بس عايزه اقول لكم والله ان التليفون فعلا كان معذبني في حكايه التصوير وكده، لان كنت بصور لوحدي. فالسند الصغير ده بيقع كل شويه مني. فكان تعبني صراحه في ان انا كل شويه ان انا اشيله واحطه يعني. فده انا كنت بوريكم مثلا البهارات دي اللي هي ال7 بهارات، مش والملح وشويه فلفل اسود عليهم من فوق كده. وكنت عامله لها عصير طماطم فريش لان ما كانش عندي طماطم جاهزه. فاضطريت ان انا اعمل لها طماطم اللي هي الفريش دي. فزي ما انتم شايفين كده يا بنات انا كنت قفلتها خالص. قلت اول حاجه هبدا بيها الفراخ، لان الفراخ بصوا بتاخد وقت برضو على ما بتستوي وما اعرفش ايه، وغير كده بتدخل الفرن كمان بتتحمر. فانا قلت الحاجات التانية يعني مقدور عليها، اما الفراخ هسويها الاول. يعني كنت انا اول ما دخلت جهزت الفراخ اول حاجه، وبعد كده حطيتها على الشعله زي ما انتم شايفين كده. الشعله دي جميله جدا. بتساعدنا في حاجات كتير والله في الاكل صراحه، بتنجز معانا كتير كتير يعني في الاكل. فانا كنت هنا حطيتها على الشعله، قلت بقى ايه هسيبها مع نفسها على ما تغلي خالص وتستوي. وفي الاخر خالص ابقى يعني هحطها في الفرن اللي هو الغاز ده.
وهنا كنت انا مقشره بطاطس، وقلت اما اعملها ايه شيبسي وكده. طبعا البطاطس يا بنات لما بتعملوها شيبسي، انا كنت مثلا ممكن اغلي لها ميه، يعني بعد ما بخلصها بعد ما بقشرها وزي ما انتم شايفين كده بعملها شيبسي، بغسلها غسله حلوه، وبعد كده بغلي لها ميه وباجي حاطه الميه عليها. مش ميه مغليه قوي قوي، لا يعني ميه زي دم العين كده، مش تبقى مغليه قوي. بس انا برضك زي ما قلت لكم الوقت يعني كان مفيش وقت خالص، فانا بقول لكم لو حبيتوا تعملوها بعد كده. انا عامه بعملها انا وسلفتي بس، عشان بس الوقت كان، يعني انا بقول لكم انا يعني انا بادئه اكل الساعه 4، فكان في مثلا يعني شغل كتير برضو، فما فيش وقت ان انا مثلا اغلي ميه وحاجات من دي. فانا قلت لا انا هعملها النهارده مثلا بميه كده ماشي، وهقول لكم مثلا على الطريقه اللي انا بعملها بيها. ممكن برضو يعني تعجبكم، ممكن انتوا تعملوها بطريقه تانية، وانا بطريقه، بس انا هقول لكم على الطريقه دي كده. ليمونه انا بوريها لكم، انا بعصر الليمونه وبحطها عليها، وبعد كده بجيب الخل وبحطه، يعني بصوا بكب يعني بحط شويه خل عليه برضو ماشي، وبعد كده بجيب الملح طبعا زي ما انت بتحطيه، وبحط لها شويه شطه. يعني الحاجات دي عايزه اقول لكم والله ان هي بطعمها جدا، وبسيبها منقوعه مثلا حسب الوقت اللي انا فيه، ممكن ربع ساعه، ممكن اعملها بدري واسيبها. بس يعني انا يعني انا ساعات بعملها بدري وبسيبها شويه، بس حسب الوقت برضو. انا كنت مستعجله، حتى انا عايزه اقول لكم ان انا مش يعني ما سبتهاش كتير برضو، يعني سبتها حوالي يطلع ربع ساعة. أنا ساعات ممكن أسيبها مثلا أعملها أول حاجة وأسيبها طول اليوم عادي، بتبقى طعمها جميل برضو طول ما هي في الحاجة بتاعتها دي، التتبيلة بتاعتها. وهنا كنت دخلت على العصير، قلت اما اخلص الحاجات الخفيفة الأول. طبعا أنا كنت عاملة صينية فراخ وكبسة، فقلت الكبسة يعني أعملها آخر حاجة، لأن الكبسة مثلا يعني مش هتاخد معايا يعني حاجة على البوتاجاز وكده. فأنا قلت لا أخلص الحاجة اللي هي الرفايع اللي حواليا دي الاول، يعني مثلا العصير او الشيبسي او السلطه والحاجات التانية دي، وبعد كده يعني اعمل الرز. كان اخر حاجه الرز عشان حتى يبقى سخن معايا، ما افضلش مثلا مولعه عليه وكده. وهنا كنت جيت على العصير عملته، وزي ما انتم شايفين كده كان العصير لسه متلج برضو، بس انا كنت يعني كنت ناقعه الكيس بتاعته في ميه بحيث ان هي تفك وكده، بس فكت بس مش قوي. بس انا عايزه اقول لكم يعني انا بحط له ميه من الحنفيه، لانه اصلا كان ساقع ومتلج، فما كانش ينفع ان انا احط له ميه ساقعه وكده. طبعا انتوا عارفين برضو يعني احنا لسه في الجو يعني ساقع شويه، فما ينفعش ان انا احط له ميه ساقعه وكده. هنا انا كنت خلصته مثلا وكنت بقفله مثلا في الازازه. انا كنت بص يا بنات اللي انا بحطه بالقمع ده، عشان انا مثلا ما يعني ما اخدش وقت طول ما انا مثلا بكب بالذره ذات نفسه، لا انا القمع ده اسهل لي انا. وانتوا برضك المفروض تعملوا كده، يعني لو عندكم قمع ولا كده بتعملوا عصاير تفضوا بيه، دي اسهل لكم بينجز معاكم برضو. وكده انا كنت عملت 3 ازاز اهم، عشان احنا ما شاء الله عيله، انا وسلفتي وعيالها وعيالي وحماية وحماتي. ماشي. وهنا كنت خلصت طبعا العصير والشيبسي زي ما قلت لكم والفراخ والحمد لله. والسلطه كانت سلفتي بتهيألي لما جت كده عملتها. مش وسلفتي كانت جت في الوقت ده يا بنات، فانا قلت لها مثلا يعني انا هخلص بس اعمل حاجه الكبسه وصوريني وانا على البوتاجاز وكده. قالت لي ماشي. هنا كنت بوريكم الخلطه بتاعه الكبسه، عباره عن انتوا طبعا لو عايزين تزودوا الحاجات دي بتزودوها، بس انا حبيت ان انا اعملها قليله بحيث ان انا ان انت مثلا تعرفي تاكلي الكبسه وتستفادي بطعمها. ديت خضره وبصل وطماطم وفلفل وفصين توم، دي الخليط اللي انا بضربه في الخلاط للكبسه. ودلوقتي هشوفوه معايا هيبقى شكله عامل ازاي. واللي وصل اللي عندي هنا كده يا بنات تصلي على النبي كده ويحط لي لايك، وما تنسوش تفعلوا لي الجرس. وعايزه اطلب منكم طلب بالله عليكم، اللي يسمع الفيديو يعني اللي يسمع الفيديو يسمعه للاخر، لان فعلا يا بنات تقفوا معايا الفتره دي لان ريتش القناه نزل خالص والله. وعايزه اقول لكم كمان ان في ناس بتقل عندي برضو في المشتركين، فانتوا تقفوا بس معايا، وربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري، اللهم امين يا رب. وعلى وعسى برضك فيديوهاتي تكون بتعجبكم وتستفادوا منها. عايزه اقول لكم والله يا بنات ان في بنات كتيره او ناس كتيره، يعني كل واحد طبعا بطريقته في الاكل او في حياته، بس احنا بنستفاد من بعض. يعني انا في حاجات كتير بتعجبني في فيديوهات تانية، ممكن مثلا اعمل زيها. وفي برضك في حاجات بتعجب ناس من عندي انا، يعني ناس بتعجبها فيديوهاتي برضو بتعمل زيي. فاحنا زي ما قلت لكم بنكمل بعض، فلازم نقف جنب بعض يا بنات، على وعسى يعني نكبر بعض.
الله يكرمكم يا رب يساعدكم. دي نرجع طبعا للكبسه. دي البهارات اللي انتوا شفتوها ديت، بهارات كبسة وقرفة وجنزبيل والكركم والكاري والليمون اللي هو المجفف وال اللهم ذكرني، وكبابة صيني، وطبعا الحبهان والمستكة. ماشي. وطبعا لو عندك اي بهارات وكركم، ولو عندك اي بهارات تانية ممكن تزوديها، وشوية فلفل اسود. طبعا انا الخليط اللي انا كنت عاملاه يا بنات نزلت بيه، وزي ما انتم شايفين نزلت عليه بالبهارات والرز وكده خلصتها. كده كنت خلصت صينيه الفراخ برضو، حطيتها في الفرن زي ما انتم شايفين كده. والكبسه كانت خلصت معايا، والحمد لله قدرت ان انا مثلا اخلص في وقت كويس جدا قبل المغرب، يعني ما فيش حاجه. وكنت كده كنت جايزه، يعني قصدي جايزه الصينيه انا وسلفتي جايزه السفره. دي سفره الرجاله يا بنات، جوزي وسيلفي وحمايه وولادنا. ودي بتاعتنا احنا البنات وماما وسلفتي. وكده اكون خلصت معاكم الفيديو، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.